الله يسعد لي اياكم اخواتي. اليوم بدنا نعمل مع بعض اللازانيا. هي المعكرونة العريضة بيقولوا لها لازانيا، وهي شكلها وفي كل المولات، وبدنا نعملها بالخضرة. اي خضرة انتي بتحبي تحطي بين الصوص وتساويها بيمشي الحال. كل واحد بيعمل حسب ما عيلته بيحب. بحط لك كوسة، هي الكوسة والفليفل الملونة وشوية لحمة، وهي بصل عفوا هي الفليفل الحمراء والخضراء بالفريزة، وهي البروكولي والجزر كمان كانوا عندي بالفريزة طالعتهم. وبدي بصلة، بدي باذنجانة، بدي كم حبة بندورة. ولأنه كان يوم عطلة وما كان فيني أجيب الجبنة اللي أنا بدي إياها، كان في عندي نوعين جبنة بالبيت حطيتهم مع بعض. وهي التوابل، بحط لها توم بودرة وفليفلة حمراء، وبحط لها كزبرة وماجي وفليفلة فلفل أسود عفوا، وشوية دبس بندورة، وهي ماجي اللازانيا. بيخلي هي المرقة اللي بتساويها تصير هيك فيها، يعني بتصير بتعقد. وهلا هيك سرعت بالفيديو اخواتي لانه بدي افرم الخضرة كلها. وانا بحب البصل الاحمر كتير بالطبخ لانه فايدته اكتر. هاي البصل الاحمر والبطاطا، ومثل ما انتم شايفين الخضرة اللي مبينة على الشاشة اخواتي. والبطاطا لازم تكون قطعة صغيرة كتير كتير، وانا اكتر الايام حتى ببرشها كمان، لانه سبحان الله كل الخضرة بتستوي الا البطاطا بتضل شوي قاسية. وهي الكوسة كمان بدنا نقطعها، والكوسة كمان كان عندي بالفريزر، لأنه أي خضرة عندي بتزيد بحطها بأكياس وبحطها بالفريزر وما بيصير لها شي، لأنه مو كل المرات بنلاقي اللي بدنا إياه. مثلا اليوم أنا أولادي كانوا بدهم لازانيا، ويمكن مثلا ما عندي أشياء متوفرة بالبيت. مثلا الجبنة دائما بحط لها الموزاريلا، ما كان عندي كتير موزاريلا، حطيت لها شوية رقايق وشوية موزاريلا ومشيت الحال. وهي الباذنجان فيها طيب كتير كتير. هي شوي بتجي مبزرة، شلت البزر وقطعت الثانية. واخواتي انا بحط بندورة ودبس بندورة، لانه دبس البندورة وهي الماجي اللازانيا بيخلوا فيها هيك تعقيدة، يعني ما بتخليها هيك مثل المي. والخضرة اللي انتو بدكم اياها طبعا مثل ما قلت لكم. وهي بعد ما قطعت الخضرة هلا بدي ساوي البشاميل. اول شي دوبت شوية زبدة، وبدي احط لها شوية طحين، مثلا ملعقتين زبدة و4 ملاعق طحين ولتر حليب. طبعا بحط لكم كل الكميات وبكتبها بالوصفة. وهي الطحين والزبدة خليهم هيك يتحمصوا شوي، بعدين بحط لها الحليب. 4 ملاعق طحين وملعقتين زبدة ولتر حليب اخواتي. وهلا هيك بحط لها الحليب. طبعا هو يعني الا بكبت الطحين بكبت جوات الحليب. بعد ما هيك اغليه كتير، بعدين اصفيه بالمصفاي وبحطه بشي شغلة تانية. اجباري بده هيك يعني الا ليتكتل الطحين. وهلا هيك بعد ما حطينا له الحليب دفعتين اخواتي. وهلا هيك انا صفيته بالمصفاية وهيك تعقد هو كمان، وحطيت له توم بودرة وفلفل اسود طيب كتير بالبشاميل. وبخليه على جنب لبين ما اقلي الخضر اللي انا فارمتهم من قبل. وهلا هيك انتهينا من البشاميل، بنخليه على جنب. عفوا. هلا هيك بدنا نبلش بقلي الخضرة. هلا الخضرة هيك كلها فرمتها وكلها جاهزة.
بدي احط شوية سمنة بالطنجرة وشوية زيت، طبعا حسب ما انتوا بتحبوا تحطوا السمنة ولا زيت ولا شو ما بدكم. اول شي بنجيب اللحمات بنهوسون شوي. انا ما بكتر فيها اللحمة لانه اولادي ما بيحبوا فيها لحمة كتير، بيحبوها بالخضرة. وهلا هيك اول شي الخضرة اللي فرمتهم، اول شي بنحط البصل والبطاطا اخواتي، لأنه البطاطا بتيجي شوي قاسية. أول شي بهوس اللحمة وبعدين البصل والبطاطا. بصور بإيد وبشتغل بإيد، مرات ما بستحكم بالتصوير. هلا هيك بعد ما هوسناهم كمان بنجيب الخضرة الثانية كمان. هلا دور الجزر والبروكولي. وطبعا اول شي مثل ما قلت لكم اللحمة والبصل والبطاطا، وبعدين شو ما بدكم تحطوا مع بعض يعني عادي، لانه كله الخضرة الثانية كلها تيجي نفس الشي، ما بتفرق. بس اهم شي اولا بطاطا والبصل واللحمة. وهي الفليفلة الحمراء والخضرة كمان. بدها هي الشغل بس طيبة كتير كتير، وفائدتها كتير كتير منيحة، وفيها شغلات كتيرة يعني كلها الخضرة واللحمة والحليب والجبنة، يعني إلها فايدة كتير كتير كبيرة. وهلا الخضرة الثانية كلها بنحطها مع بعض، الكوسة والبندورة والباذنجان كله مع بعض. هي حطينا للبندورة كمان. والله ريحة الخضرة اللي بتنقلي هلا يعني ما شاء الله ريحتها بتشهي. والدبس البندورة حطيت لها تقريبا ملعقتين أكل. هلا هيك بدنا نحطهم شوي لبين ما هي دبس البندورة كمان تاخد يعني طعمة الخضرة والزيت. وبعدين نجيب لها التوابل اللي قلت لكم يا اخواتي، ملح وفلفلة حمراء وفلفل احمر، فلفل اسود، وماجي بودرة وثوم بودرة. وهي ماجي اللازانيا كمان. هلا هيك نحركهم شوي بعدين نحط لها المي. بعد ما تحطي لها ماجي اللازانيا ما شاء الله ريحتها يعني ريحة بتشهي. شوفوا كيف هيك طلعت قاسية كتير وطلعت جامدة، لأنه حطينا على هي الماجي البودرة بيجي فيها مثل النشا، ما بعرف يعني بس حطيت لها هي الماجي بتصير قاسية كتير. هلا هيك نحط لها شوية مي حسب يعني الكمية اللي انت بدك اياها، لا تكتري ولا تقللي، يعني ما يكون فيها مي كتير. شوفوا اخواتي هلا هيك مبين لا فيها مي كتير ولا قليل، يعني حسب ما يكون، انه مثل المسقعة مرقة البطاطا يعني هيك شغلة. وهلا هيك الصوص كمان صار عنا جاهز. وهلا بدنا نبلش نطبق الغراض. اول شي بدنا نحط الصوص، طبقة من الصوص، وهي الكراميل وعفوا شو اسمه الحليب والطحين والبشاميل. البشاميل كمان صار جاهز. وهي الرقائق اللازانيا. اول شي بدنا نحط شوية مرقة،
شوفوا اخواتي المنظر ما شاء الله، منظر الخضرة يعني بيشهي لحاله. هلا بدنا نحط رقائق اللازانيا، وحسب ما انتو كمان بتحبوا تكتروا الرقائق ولا تقللوا. هلا اولادي بيحبوا اللازانيا كتير بس ما بيحبوا يكون فيها رقائق كتير، انا بحط بس طبقتين. يعني ناس بيعملوها بيخلوها بتجي جامدة كتير، بتطلع مثل قالب الجاتو. إيه بس أولادي ما بيحبوها هيك، بيحبوا يكون فيها اللازانيا قليل كتير، بيحبوا أكتر شي البشاميل والصوص جواتها. وحسب كل واحد بيعمل على حسب ما هو وعيلته بيحب طبعا. وهلا هيك حطينا أول طبقة، بدنا نحط لها شوية مرقة تاني بالزوايا لأنه كان في شوي. وهلا هيك بدنا نحط طبقة فوق طبقة هي الصوص على هي اللازانيا، ونحط لها شوية بشاميل. وحتى إذا مثلا ما عندك ما بدك تغلبي حالك تعملي بشاميل، في علب كريمة جاهزة بالمولات، بس طبعا اللي الواحد يساويها على الإيد بتطلع أطيب. والله أنا بالأول كنت بساويها بالجاهزة، بعدين يعني ساويت هيك على الإيد بتطلع أطيب ما شاء الله. طعمة الصوص الأحمر والبشاميل بتجنن. وبتمنى يعني تعملوا على هي الطريقة وتجربوها وتكتبوا لي إنه كيف طلعت معكم. وبتمنى بكون إنه أنا عم وصلكم الفكرة إنه تفهموا علي، لأنه لغتي شوي يعني فيها شوي عربي ضعيف. وهي حطينا الجبنة مثل ما قلت لكم أخواتي، لأنه كان يوم عطلة وكنت مقطوعة من الجبنة، هي اللي كان موجود عندي ومشيت الحال فيها. يعني مثل ما بيقولوا يعني تمشاية حال، يعني دبروها، يعني شو ما عملتوا بتدبر. يعني مو ضروري يكون كل شي بالمزبوط متوفر عندك. وهي حطينا طبقة تانية من اللازانيا، لأنه نحن بنسهل عليكم. شو ما عندكم بالبيت بيصير، أي نوع جبنة. وهي الطبقة الثانية من الرقائق كمان حطيناهم، وبكتفي بالرقائق لأنه أنا بحط بس طبقتين. وهلا بدنا نحط شوية صوص. طبعا بدنا نحط الكمية كلياتها لأنه أنا مساوية كمية قليلة ما كترت. هو صعب شوي الواحد يصور ويشتغل، وبتمنى انه اكلاتي وشغلي يعجبكم وتعملوا لنا لايك واشتراك، والله يسعدكم وما يحرمنا منكم يا رب. هلا هيك بعد ما حطينا له الصوص كله، هلا بنحط له البشاميل كمان. هلا بنحط له البشاميل كلياتها كمان. سبحان الله طلع المقادير كله هيك على المزبوط، لا شيء ضل زيادة ولا نقص. بنحركون شوي كمان وبنرش عليها الجبنة وبنحط فوقها جبنة. وطبعا على الفرن بيكون من الأول أنا شغلة الفرن سخنته كتير، وبعدين بحطه على درجة 200 درجة. هي كم قطعة اللازانيا كمان هيك حطيت بيناتهم، لأنه كانوا مكسورين وقلت يلا
خلينا نحط بيناتهم. واخواتي بعد ما خلصناها هيك كلياتها بدنا نغطيها ونخليها نص ساعة هيك قبل ما نحطها بالفرن. نص ساعة نتركها هيك بعدين بنحطها بالفرن. هلا هيك حطينا الجبن كمان قبل ما نحطها بالفرن. مثل ما قلت لكم اخواتي قبل ما ينحط بالفرن بنص ساعة لازم نخليها نغطيها، ومشان هي الرقايق بين هي الصوص وهي البشاميل تطرى شوي. في ناس بيسلقوا الرقايق وبعدين بيشتغلوا فيها، بس أنا بحب اشتغل فيها وهي قاسية وتطرى بين البشاميل والصوص، بتطلع أطيب هيك. هاي شوية جبنة موزاريلا كمان عندي رشيت فوقها، مثل ما بيقولوا الجود من الموجود. هلا هيك ما شاء الله، يعني صحيح ما كان عندي جبنة بس الحمد لله تغطت كلياتها بالجبنة. وهلا هيك تركناها نص ساعة قبل ما نحطها جوات الفرن. شوفوا اخواتي هي بعد نص ساعة كيف يعني شكلها تغير. وهلا هيك بدنا نحطها بالفرن. هي ما بتطول بالفرن، يعني تقريبا شي نص ساعة، أقل من نص ساعة بتضلها بالفرن. شوفوا اخواتي المنظر كيف ما شاء الله تبارك. طلع طيب كتير كتير. وهي بعد ما طالعناها من الفرن اخواتي هلا هيك شكلها مبين. وهلا هيك بدنا نقطعها ونشوف. هي لأنه ما كان عندي جبن، كان عندي كم نوع دعمته كتير، تقريبا كله صار جبن ما شاء الله. شوفوا اخواتي، شوفوا ما شاء الله الجبن كيف عم ينزل منه ما شاء الله تبارك. الله يسعدكم يا رب. أماني لا تنسونا من المتابعة ومن اللايك.